قفلت الراديو ليه ياما؟ يا ابني كفاياك، كفاية حزن وكآبة. انت عايش حزين بقالك مدة يا ابني. هعمل ايه ياما؟ ببكي على حالي. اديني قاعد شهر دلوقتي اهو، لا شغله ولا مشغله. يا ابني المثل بيقول اسعى يا عبد. سعيت ياما ولفيت، وزي ما رحت زي ما جيت. لفيت على كعوب رجلي على 30 جهة، وكل جهة أسألها مش عايزين سواق، يقولوا لي لا ما كانش يتعز. طب ما تروح تقابل العميد رشدي يمكن. بلاش العميد رشدي ياما، بيتهيألي انه نفض ايده عني بعد المصايب اللي انا عملتها مع الناس اللي شغلني عندهم. طب ما تنزل يا ابني تفك عن نفسك بدل جو الكآبة اللي انت عايش فيه ده. فك عن نفسي اعمل ايه ياما يعني؟ يعني انزل الشارع اتمشى. اقول لك روح زور شطة، بقالك كتير ما رحت لهاش. لا مش عايز اشوفها، ولا كمان هي تشوفني، من مصلحتها. سيبيها اما تشوف حالها، يمكن يقدم لها واحد ابن حلال شبكه ومهر وشقه، حاجه انا ما اقدرش اعملها. انا مش عايز اظلمها معايا اكتر من كده. يا ابني ما تقولش كده، ده ربك فرجه قريب. الله. ونعم بالله. طب يعني اعمل ايه دلوقتي؟ انزل فك عن نفسك. حاضر ياما، هنزل افك عن نفسي، مع ان انا عارف حظي النحس، وعارف ان لو نزلت افك عن نفسي مش هلاقي فكه. فكها عليك قادر يا كريم. ثانية واحدة خليكي معايا. حاضر خليكي معايا ثانية واحدة. يا زكي خد يا زكي. صباح الخير يا سعيد. صباح النور، عامل ايه؟ خير، عايزني في ايه؟ سماعة التليفون. مالها سماعة التليفون؟ ما انت شايفها مرفوعة قدامك اهي. سلام عليك، جايبني مخصوص عشان احط لك سماعة التليفون؟ يا عم سماعة التليفون مرفوعة يعني حد عايزك، كلم. ما تقول كده يا اخي. ايوه يا شط. لا مفيش حاجة. مفيش ازاي يا زكي؟ امال صوتك كده مش عاجبني. بس انا برضو زعلانه منك، بقالك كام يوم مختفي ما بتسالش عني. في ايه يا زكي؟ مال نبرة صوتك حزينه كده، زي ما يكون في حاجه مزعلاك. صدقيني مفيش حاجة. ايه؟ عايزة تقابليني دلوقتي؟ فين يا شط؟ لا بلاش القهوة خالص. عارف الكازينو ده. طيب خلاص، نص ساعة ونتقابل هناك. سلام. ايه مال وشك اقدم كده ليه بعد ما حطيت السماعة؟ قول لي يا سعيد، انت بتبيع جبنة رومي هنا؟ هو في بقال ما بيبيعش جبنة رومي؟ يعني انا لو اشتريت منك ربع رومي ورشيت عليه شوية زرنيخ مروتاني وكلته يجرى حاجة؟ ده انت تتقلب في ساعتها. ده اللي انا بفكر فيه. يا راجل استغفر ربنا، حرام عليك عشان ما يغضبش عليك. استغفر الله العظيم يا رب. ما داءت الا ما فرجت، على رأي المثل ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. ونعم بالله. ربنا يفرجها. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. حاسب ايه ده؟ انتوا ايه؟ مش حاجة غريبة. بتاكلوا ايه؟ بناكل ايه؟ بتشربوا ايه؟ انت اللي عشان سايق عربية تدوس على مخاليق ربنا، وكمان بتزعق لي، وكمان عم طايح زكي ابو النواس. ايوه انا زكي ابو النواس. زكي ابو النواس. مش ممكن. شحات زكي ازيك يا شحات؟ يا ما شاء الله. لا مؤاخذة، وسخت لك هدومك. ايه العز والقباهة دي كلها وعربية وريحة البرفان طالعة منك. الحمد لله زكي، هذا من فضل ربي. ونعم بالله. يا الله يرحم ايام زمان لما كنت بتجري في الحرم فردة شبشب وصاحبتها بتجري وراك عشان تاخدها. انت لسه فاكر يا علاء؟ ودي ايام تتنسي؟ ولا ابوك عم شحاته
كان مسميك شحات عشان ياخدك في ايده ويلف فيك في الحواري علشان تبقى متسول زيه. الله يرحمه بقى. ايه ده؟ هو مات؟ يوم الخمس سنين انا كان احنا هنقعد نتكلم كده في الشقه. اركب معاه العربيه، وحشني يا نجم. اللي اعطاك يعطيك. وحشني. خش اركب، خش برجلك اليمين. ازيك يا زكي؟ زمان يا زكي، زمان يا زكي. والله زمان يا زكي. وحشني. ايام. ازاي امك واختك صغننه؟ ما بقتش صغننه خلاص، دي بقت في الثانويه العامه. ما شاء الله ما شاء الله. انما انت كمان ما شاء الله حلويت يا شحات. حلويت؟ انا حلويت وانت قرعيت. قول لي انا فين شعرك ده؟ انت كنت خنفس زمان. الدنيا وهمومها يا شحات يا اخويا بتخلي الخنفس شعره ما يدوم، والشحات يبقى من اعالي الام. خنفس شعره ما يدوم والشحات من يالا الشعر ده غنوة يا جدع، بقيت شاعر. انما انت موديني على فين؟ انا بقى موديك على بيتي، هستضيفك. ايه ده؟ انت كمان عندك بيت؟ بيت؟ انا عندي بيت وريسبسيون وموكيت وعندي روف. عارف الروف؟ اكلته قبل كده. روف هيخلي دماغك تطوف. اللي يعيش يا ما يشوف، واللي يعيش هتشوف اكتر. يا شحات وحشني. الله يخليك يا زكي. اتفضل يا زكي، اتفضل بيتك ومطرحك. اهلا 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 يا عوكل. انت عوكل. ايوه باشا. عوكل ما جاتنيش تليفونات، فاكسات، فانيلات، شرابات، ابر، بوابير، بزازه للعي، اي حاجه جاتني؟ يا باشا مفيش حاجه جت. مفيش. طب اعمل لنا 2 كابوتشينو او نسكافيه. انا وزكي، زكي صديقي. منور يا باشا. منور يا باشا. منور يعني منور يا باشا. اتفضل اتفضل يا زكي، اتفضل بيتك، اتفضل اقعد في اي حته تعجبك. اتفضل. متاكد ان دي شقتك يالا؟ متاكد؟ امال شقه الجيران يا زكي. سبحان العاطي الوهاب. ونعم بالله. مالك يالا مزبهل كده ليه؟ مزبهل من الفخفخه اللي انت فيها دي. الله يرحم يا ابن شحاته الشحات، كنت بتنام انت وابوك تحت الرصيف وتتغطوا بعمود النور. انا وابويا تحت عمود النور. ده كان زمان، فعل ماضي. عارف يعني ايه ماضي؟ دلوقتي احنا في المضارع. فين؟ في المضارع. اتفضل يا زكي اتفضل، ستاند اب ستاند اب. ما قريتش يا زكي عن شحاتين عملوا ثروه كبيره قوي من الشحاته؟ قريت كتير قوي. ابويا بقى كان من الناس دي، كان اسطى في الشحاته، فنان في الشحاته. كنت تلاقيه بكذا وش، مره بعين واحده، مره من غير عينين، مره بثلاث عيون، مره من غير مناخير، كان استاذ في الشحاته، جمع ثروه كبيره قوي وخباها. وعلى راي المثل اللي بنعرفه، اللي ما تصرفوش ما تملكوش. هو ما صرفش، ملكت انا كل حاجه، وديك شايف. اللهم صل على سيدنا ابو محمد. شوف العز اللي انا فيه. السلام للدرجه دي؟ امال واكتر من كده. يا صديقي العزيز، انا الحمد لله رب العالمين عندي دلوقتي اطيان وعندي املاك. انت عندك املاك؟ لا انا عندي املاح. تفرق كتير يا زكي اطيان من املاح. زكي انا لعبتها صح، انت لعبتها غلط. علمني يا اخويا، علمني ازاي العبها صح. ما انا اخوك وصاحبك وابن حتتك، وما تنساش العمود. انت هتفكرنا في العمود. وغير كده ده انت لحن كتاف ابويا من خيرك. انا لا انسى كل يوم الصبح كنت تديله ال50 قرش صحيحه جديده، وكان يجري عشان يجيب لنا فطار انا وهو، بس هو كان بياكل الفطار. يعني انا كده قدمت السبت.
وانا بقدم لك الحد. ها، موافق تشتغل معايا يا زكي؟ هشتغل معاك فين؟ في التجاره؟ لا تجارة انت هتخش تجارة ايه؟ لسه بدري عليك، دي شغلانة كومبليكيشن ما تفهمهاش، صعبة عليك. انت هتشتغل معايا في الشحاتة. شحاته؟ معقوله بعد العز اللي انت فيه ده كله هترجع تاني للشحاته؟ انا ارجع؟ مش انا اللي هشحت. انا عندي فرقة مؤسسة كاملة للشحاتة. مؤسسه شحاته وكمان فرقه؟ ايوه، فرقة الشحاتين المتحدين، دي معروفة في قلب البلد، اللي انا رئيس مجلس ادارتها. معقوله بعد العز اللي انت فيه ده كله الشحاته برضه بتجري في دمك؟ من فات قديم وتاه يا زكي، دي شغلة ابويا طول عمره وانا شايف، ولازم يموت ابويا انا على الشحاتة، على الضرب اسير. اسير؟ طب وانا هشتغل ايه ان شاء الله؟ انت هتبقى دراع اليمين، لان انا حقيقة اللي التجارة واخداني، البيزنس كتر في البلد قوي يا زكي، حقيقي كتر، فالشحاتين مش قادر اراقبهم، هم بقى بيستغلوا ده ويسرقوني. يعني انت عايزني انا اراقبهم؟ اسم الله عليك تراقبهم. انت هتبقى المدير العام لفرقة الشحاتين المتحدين، هتبقى مسؤول من A to I، كل شيء انت مسؤول عنه، وفي الاخر هتدي كل واحد مرتبه اخر كل شهر. هم الشحاتين دول بياخدوا مرتب كل شهر؟ امال انا هيشحتولي شحاته؟ هيشحتولي اونطه؟ ترى ايه يا زكي، انت نفسك هتاخد مرتب، ومرتب يكفيك 3000 في الشهر. 3000؟ مش اللي هم 3000 جنيه في الشهر؟ ده غير الحوافز والمكافآت والعلاوات والترقيات. لا بس شحات اول، شحات تاني. خلاص كفايه، انا 3000 في الشهر كمراقب واخد 1000 كشحات لله. مش مني يا زكي. أبنائي وأعزائي وأحبائي، إخوتي وأخواتي، أيها الشحاتون والشحاتات، إخواني البعلاء، لقد اجتمعت بكم اليوم بناء على تعليمات مشددة من شحات بيه. اجتمعت بكم في هذا المكان المزدهر، هذا مكان عظيم، هذا مكان الذي له ذكريات كبيرة في قلوبنا جميعا. هذا المكان هو أحد أملاك شحات بيه. خش في الموضوع على طول. ملاش أخش على طول، لازم أمهد وبعدين أخش. خلاص مهد. أمهد وأخش. مهد وخش. حاضر. لقد اجتمعت بكم يا أحبائي ويا أعزائي ويا أبنائي في هذا المكان كما قلت سابقا، وهذا هو التمهيد، لأقدم لكم المدير الجديد، الباشا اللي بياكل بغاشة، الباشا المدير الجديد اللي هيبقى مسؤول عنكم وعن تسولكم وإدارة أعمالكم وتسعكم منذ هذه اللحظة. أقدم لكم الباشا الكبير ذو الفخر والإعزاز، ذو الإعجاز، زكي بيه أبو النواس. اجتمعت بكم لأقدم لكم هذا المدير الجديد، أقدمه لكم وأقول لكم إنه منذ لحظة، منذ الآن هو اللي مسؤول عنكم، وعلي النعمة من نعمته. اللي هيزعله يا ويله ويا سواد ايه. والآن الكلمة لمدير جديد زكي بيه أبو النواس. إخواني وأبناء الشحاتين، أنا لست بغريب عنكم، أنا منكم وإليكم، أنا زيكم. إخواني وأبناء الشحاتين،
لقد جئت الحين لنعمل سويا متعاونين، ومن اليوم وعلى مر السنين سيكون شعارنا ادونا لله يا محسنين. لله يا محسنين لله. السلام عليكم ابو زكي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا احلى ام زكي في الدنيا. ايه الحكايه؟ ده انت نازل وبوزك شبرين، ايه اللي مرجعك دلوقتي والفرحه ماليه العين؟ ماليه العين وبس، العين والحواجب والخدين. امال ايه؟ خلاص من هنا ورايح حياه سعيده وجميله على طول. طب يا اخويا قول لي وفرحني، ايه اللي خلاك سعيد بالشكل ده؟ اصل انا اشتغلت ياما. بجد؟ هتشتغل سواق عند مين؟ لا سواق ايه؟ انسي السواق دي خالص، انا شغال في شركه استيراد وتصدير؟ لا ياما، الشركه بتاعتنا ما بتصدرش، بتستورد بس. بتستورد ايه؟ اللي يجود بيه المحسنين. قصدي ادوات طبيه وبنسلين. طب وانت يا ابني تفهم في الطب عشان تبيع بنسلين؟ ياما بنسلين ايه؟ سيبك من الطب والحاجات دي دلوقتي، خلينا في الحاجات اللي انا جايبها لكم. بصي. ايه ده؟ ايه ده؟ لحمه ضاني وبتلو وكندوز. وايه ده؟ مانجا الفونس وتيمور وهندي. وايه ده؟ قماش صوف العسكري ونايلون وتيل ناديه. ليه؟ لمين الحاجات دي كلها؟ ليك ياما انت وسوسن. امال ايه؟ اصل انا الراجل اللي انا بشتغل عنده اداني عربون كبير، قلت بحبحها عليكم شويه. إلهي ربنا يوسع رزقك يا ابني، إلهي ما تنضن أبدا يا زكي. امال سوسن فين؟ سوسن من ساعة ما نزلت الصبح ما رجعتش، أصل النهاردة يا حبيبي أول يوم في امتحان الثانوية العامة. يا رب نجحها يا رب. طيب حاضر. نعم اتفضل. صباح الخير يا باشا. اهلا يا عوكل، اقفل الباب وتعالى عايزك. كله تمام يا سيدي الجايه. الجايه كلمني فهمني طقمني حصل ايه؟ كله تمام. جماعه كل الشحاتين بتوعنا وقعدتهم مع الاستاذ زكي وفهمتهم ان الاستاذ زكي ده المدير الجديد والمسؤول عنهم. كويس. والاستاذ زكي بقى راح فين؟ هو كان اي ان هو هيروح يطلع الجماعه ويرجع بالليل يرجع. شوف مين. يا استاذ توفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك؟ الله يخليك. يا ترى شحاتي موجود؟ هو موجود اهو. اتفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا. ازيك يا توفيق؟ يا خبر. ازيك؟ ايه ده؟ ايه الهنا ده اللي انا فيه ده؟ الله يخليك. ده كلام يا راجل، ده كلام. يعني يبقى الحيطه جنب الحيطه والشباك جنب الشباك والباب جنب الباب، ومفيش مره على راي المطربه وردة التونسية زوروني كل سنة مية. عدير يا سيدي جيت زهرتك. أهلا يا سلام على أنكل شحات يا ولاد. يا حبايبي. الله يجعل ازيك يا أنكل. ازيك يا حبيبي. مش دول أولادك؟ تامر وهيكم. هيثم يا راجل. هيثم. ودعوك 3 حاجة ساقعة وزود عصير علشان نبسم. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا اولاد. اتفضل يا حبايبي. ده بيتك ومطرحك. يا اهلا بيكم. يا اهلا. يا امرني. باختصار يا شحات، انا جاي طمعان في كرمك وقصدك في خدمه. يا سلام، انا رقبتي سداده يا تيفا. الامر ما فيه يا سيدي ان الشركه اللي انا شغال تبعها مكلفاني بمهمه عمل في لندن، ولازم اسافر بكره. ما اقدرش طبعا اخد الاولاد معايا عشان امتحانات اخر السنه، وزي ما انت عارف مراتي متوفيه، مفيش عندي لا قريب ولا حبيب اقدر اتمن على الاولاد لغايه ما ارجع. بس انا كده فهمتك، عايزني اخد بالي من الاولاد لحد انت ما ترجع. الحكايه كلها 10 ايام ويمكن اقل. انا عارف يا شحات انه طلب سخيف وبايخ،
لكن بصراحة أنا ما لقيتش حد من أصدقائي أقدر أأتمنه على الأولاد لغاية ما أرجع من السفر. يا راجل ما تقولش الكلام، ولادك ولادي، ولاد خصوصا الولد ده. هي فكرني بشبابي وانا صغنن. ولادك في الحفظ والصوم. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا شحات، كتر ألف خيرك، ويا ريت تاخد دول تخليهم معاك. إيه دول؟ دول 1000 جنيه تصرف منهم على الأولاد لغاية ما أرجع من السفر. يا نهارك ملوش ملامح، أنا وصلت 100 آخد فلوس عشان أربي اليوم ولادي يا راجل. والله إنهم راجعين، اصرف منهم عليهم، ولو زاد لما أرجع من السفر هحاسبك. لو ما كنتش تحلف بس. انا مش قادره اصدق الكلام اللي بتقوله ده يا زكي. يعني خلاص ربنا فرجها وهتقدر تشتري لي الشبكه والمهر اللي امي طالباهم. امال انا جاي لك على ملا وشي ليه؟ تعينت في وظيفه كبيره هاخد فيها 3000 جنيه في الشهر، غير العلاوات والبدلات. خلاص البليه جريت في ايديا. لو تريح قلبي بس يا زكي وتقول لي شغلانه ايه دي؟ مدير عام، مدير عام مسؤول عن مجموعه من العاملين. وهم العاملين دول شغلتهم ايه يعني؟ يعني اعمال يدويه؟ طبعا اعمال يدويه، ده هي الشغلانه دي اساسا قائمه على مد اليد. مد اليد؟ مد اليد بالخير والمعروف. يعني هينوبك من الشغلانه دي حسنات كتير. حسنات؟ ده الحسنات هي اساس الشغلانه دي يا شطه. هنيالك يا فاعل الخير والاجر والثواب. شحات كان ماشي وبيشحت من جنب السور قرب وانا عيني مواق وانا عيني خلاص يا باشا، خلاص الولاد اتعشوا وناموا. روح الله يكرمك يا عوكل، روح الله. ولاد مين؟ ولاد مين يا ولاد الاستاذ توفيق سابهمك وسافر. سابهم وسافر؟ سابهم وسافر؟ سابهم وسافر؟ افتكرت. ايه ده؟ انت نازل؟ عندي ميعاد بيزنس. في حاجة؟ لا وبعدين بقى شوف مين، شوف اكيد زكي، افتح لي زكي. ما انا برضه بقول كده. اي وانا وبعدين بقى نعم. اهلا اهلا، ازيك يا حماتي؟ والله لسه كنت ايه بتقولي؟ ايه؟ مراتي نقلتوها دلوقتي عشان تولد في المستشفى. الله 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 الله. والدكتور مش قال قدامها اسبوع؟ على رايك حتى الدكاتره. طب بقول لك ايه، خليكي جنبها، اوعى تسيبيها. انا جاي ساعتين ان شاء الله اكون عندكم في اسكندريه. نشوه غاليه عليا، نشوه غاليه عليا. يلا مع السلامه يا حماتي، مع السلامه. يا اخيرا عجيب ولا العهد. يا ما انت كريم يا رب. جريانة مالك واقف تبحلقلي كده ليه؟ اجري ادي خبر لاشاعات، قول له زكي وصل. ما هو ساعاتي بيه عارف انك انت شيافت، بس انا واقف بقى مستني يمكن حضرتك تطلب حاجه تشربها. تقول كده من الصبح. قول لي عندكم عصير؟ عندنا عصير فريش؟ فيش. عندكم عصير ايه؟ عندنا برتقان وغيره؟ وعندنا كمان برتقان. ما عندكوش برتقان؟ لا. خلاص هات لي قهوه. خلي بالك زكي، زكي. ساعات خير يا شحات. السلامة، جيت في وقتك يا زكي. ايوه عايزني فين ان شاء الله؟ نشوة بتولد يا زكي. لا لا. مبروك. نشوة بتولد.
نشوى مين؟ مراتي يا زكي، نشوى مراتي. هو انت متجوز؟ ايوه متجوز، ونشوى عند امها في اسكندريه، وانا رايح لها على وشك الولاده. هما كيموك يا باشا من اسكندريه؟ كيموني بقى. تعال عايزك يا زكي. خير زكي، انا مضطر اسافر لان مراتي اول مره تولد واكيد هتتعب. هيعملوا لها حاجه، الولاده المتعسعره. الايه؟ المتعسعره اللي هي بالانجليزي سيزيميا. فاضطر غصبا عني اقعد في اسكندريه اسبوع. طب وانا؟ انت زي ما اتفقنا يا زكي، زي ما اتفقنا تستلم شغلك من بكره، وانا عندي الخزنه جوه افتحها اهو، محدش غيرك هيفتح الخزنه، تقبض من كل الشحاتين وتحط الايراد في الخزنه كل يوم، تقبض تحط في الخزنه، تقبض وتحط وخلي بالك يا زكي الشحاتين سريقه، يعرفوا كويس قوي يتفننوا في السرقه. انت نسيت ابويا؟ انت هتقول لي ما تخافش، كل اللي يقبضوه هحطه في الخزنه، كل اللي يقبضوه هحطه في الخزنه، انا مفتح كويس قوي. ولادي جوه يا باشا. اخي الولاد اللي جوه خليهم زي ما هم جوه. زكي ولاد مين؟ معاهم، خلي بالك من الولاد يا زكي. ايوه ولاد مين؟ بعدين انا هبقى فاهمك انا. المهم انا مستعجل وفرحان، ادعوا لي يا اولاد، ادعوا لي يا رب. اروح الاقي مراتي مخلفه لي بنت وولد وشايب. لا يا روح خالتك منك لها، الشغل بتاعكم ده ما ينفعنيش. شحات بيديكم ماهيات قد كده علشان يكسب من وراكم، مش علشان الملالين اللي انتوا جايبينها دي. واحنا ايه ذنبنا يا استاذ زكي؟ احنا بنشحت بكل جهدنا، بس السوق نايم اليومين دول. وبعدين سيادتك ما تعرفش ان شغلتنا دي خطره، والبوليس ما بيرحمش اللي بيقع مننا في ايده، وعلشان كده لازم نشتغل بهدوء ونتوخى الحذر. تتوخى الحذر؟ طيب يا حبيبي انت هو توخى الحذر واسقس جزر. انا عايز رجاله قلوبها حديد وستات قلوبها حديد. ايوه بقاش الكلام الفاضي ده، وعلى راي المثل اللي ما يقدر على اكل الشطه يبقى راجل اونطه. تقصد ايه لا مؤاخذه بالاونطه دي بقى؟ ما تكونش بتخوننا بالمفتشر كده. بصراحه انا حاسس انكم بتسنصروا نص الغله وتحطوها في جيوبكم. لا دي اهانه، احنا شحاتين محترمين وولاد ناس، وعمرنا ما بنخون حد ابدا. انا بقى لا عايز سبت ولا حد. يعني ايه بقى؟ يعني من النهارده خلاص عيشكوا اتقطع، مستغني عن خدماتكم. وهتجيب مين يشحت بدلنا؟ انا بنفسي اللي هنزل السوق واشحت. انت؟ ايوه هي الشغلانه لله يا محسنين. لا يا محسنين، حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة. أنا ما معيش غيرها اهي. لا استني، متشكر، مع السلامة. حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة، ساعدوا العاجز المسكين. حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة، وهنيالك يا فاعل الخير والأجر والثواب. يا حنن حسنة يا بيه، ساعدوا العاجز. ما قلت لك يا حنن؟ ده أنا زي ما حضرتك شايف كده، بإيد واحدة أي حاجة أجيب بيها لقمة ناشفة كلها. ما قلت لك يا حنن؟ ربنا يخلي لك الست مراتك. دي مش مراتي، دي حماتي. طب اديني حسنة علشان ادعي لك ان ربنا يريحك منها. اما انك شحات قليل ادب صحيح. ما انا مش ماشي من هنا الا لما تدوني حسنة. يا ساتر على التلامه اللي في دمكم يا اخي. عاوز كام؟ اللي تقول بيه ان شاء الله باكو. باكو في عينك راجل قليل ادب. ادوا لي يا محي 5 جنيه. يعني بعده 5 جنيه ماشي. معاك 5 تاخد 10. هات. اتفضل. الله بايدك المقطوعه اهي. ده يا رجعت، ده يا رجعت. حمدك يا رب. امسكوه، الحق الحرامي، الحق النصاب. بابا امشي يا شحات انت. بابا انت هتمشي ولا اجيب لك العسكري؟ يلا جوه. يا بابا انت كمان بتزعق لي. يا بابا يا بابا يا بابا نزل ايدك احسن لك. يا بابا يا بابا
نزل ايدك عشان هضربك. أمامي امسكوه يا عالم، حد يقفش الشحات دوت. يا لسه يا مدمزيل، في ايه؟ لو سمحتي زي ما حضرتك شايفة أنا راجل محترم خريج جامعة أكسفورد، بس الظروف هي اللي اضطرتني ألجأ لسعادتك. عاوز ايه؟ وضح لي. أنا يا فندم مش طالب غير حسنة، مش عايز غير حسنة. يا حبيبي انت بتحبني الحب ده كله وانا مش حاسه بيك. حب يا حاجة، بقول لك أنا مش عايز غير حسنة. تعالى معايا المأذون قريب هنا. مأذون إيه؟ بقول لك حسنة. ما انا اسمي حسن عبد ربه. أنت سيئة، بقول لك إيه، أنا بطلت الشحاتة بسببك. يا واد تعالى خد. يا رجليا اللي ففقت ياما. امال انت فاكر ايه؟ انت فاكر الشحاته والتساوي ويافي في الشوارع بالسهي؟ ويا ريت اللي جمعته كان حاجه عدله، انما كم ملطوش هايفين. عشان تعذر، عشان تعرف ان العيال انت فدتهم كانوا مظلومين. مظلومين؟ دول شياطين ما عندهمش ضمير، ولاد ابلسه، ولاد 60 في 70. حرام عليك يا اخي، حرام عليك. قولي انت ناوي تنزل الشغل بكره تاني؟ طبعا لازم اعوض خساره النهارده قبل شحات ما يجي من اسكندريه ويقول انه راهن على حصان خيبان. خدها بقى مني نصيحه، ما انا شحات قديم، او عايز تكسب لازم وانت بتتسوي يبقى معاك عيال صغيره عشان قلب الناس يحن عليك ويشحتوك. عيال صغيره؟ وانا اجيب منين عيال صغيره؟ ما احنا عندنا هنا 2 عايشين معانا. قصدك الولدين ولاد جاركو اللي سابهم لكم وسافر لندن؟ ايوه هم دول، تامر وهيثم، عيلين ظراف وطاف. تاخدهم انت بقى تلبسهم هدوم مقطعه ومبهديه، هدوم شحاته، وتاخدهم تسرح بيهم في الشوارع تتسول. الناس بقى قلبها يحن ويدوك اللي انت عايزه. يعني انا هشحت بتامر وهيثم؟ والله فكره مش بطاله، بس تفتكروا هم هيرضوا ينزلوا معايا؟ سيب الموضوع ده عليا انا، وما شغلتي ايه هنا. انا هقنعهم ان هم رايحين حفله تنكريه مع انكل زكي، ولازم بقى يلبسوا الملابس فيها تنكر. اللي هي ملابس الشحاته. بالظبط كده. هم بقى يلبسوا لبس بقى وينزلوا معاك وباقي عليك، ولا بقى افهمك كل حاجه؟ لا. برافو عليك هادي عوكل، تعرف طلعت ذكي ونبيه وبتفهم، مع ان اللي يشوفك يقول عليك غبي وبتضرب على قفاك. ما انا كده بايظه. ده لازم هم يرجعوا من المدرسه. بس بقول لك ايه، علشان الفيلم ده يكمل لازم انا كمان اغير الفورمه بتاعتي، البس ملابس شحاته زيهم علشان لما اخدهم في ايدي وننزل يبقى العمليه مسبوكه. ايه ده؟ ايه ده يا زكي؟ ده اللي يشوفك يقول عليك ذكي وبتفهم. ما انا كده برضو. عاجزة وصبية ومحتاجة حنية. كريم يا رب. شابة وعيانة ومحتاجة إعانة. كريم يا رب. صحتي عليلة وما باليد حيلة. كريم يا ست يا يا رب. ست اديني حاجة لله. انت عيانه يا ست انت؟ امال يعني قاعدة على الكرسي منظرة بتفرج على التلفزيون. العيال دول ولادك؟ ايوه يا بنتي، خلفتوهم على كبر. انت منين بقى؟ وانت مالك انا منين؟ يا تديني حاجة لله يا تتكلي على طب الله. جاوبيني الاول وقولي لي انت منين؟ انا يا بنتي من المنصورة. منين من المنصوره؟ من المنصورة ذات نفسها. من انهي حته في المنصوره؟ من الحتة اللي بيقعد فيها منصور. منصور مين؟ جوز منصورة. انت مجنونه يا ست انت؟ بقول لك ايه، انت هتقعدي تلبخي في الكلام والله ادي عليكي دعوة اقلبك شمبانزي. انت ست قليله الحياه وما تربيتيش. بقول لك ايه، غوري من وش السعادة. يعني وقفتي على رجليك اهو. المعجزة حصلت يا اختي، خفيت فيها حاجة. يا بكاشة بتاعتي ال3 ورقات، والله لا انا واخداك على الاسم. تاخد مين على الاسم؟ ايه ده انت راجل؟ فسعادة اهو. ايه ده مش فتحي؟ مين؟ زكي؟ ايه اللي عامله في روحك ده؟ شطة. يا لطيف اللطف يا رب.
الشاي اللي طلبته يا سيدنا الافندي. ايه سيدنا الافندي دي؟ يا شط تكلميني يعني كانك ما تعرفينيش. ايوه ما اعرفكش ومش عايزه اعرفك بعد النهارده. طب بس اقعدي يا شطه وانا هشرح لك كل حاجه. تشرح لي ايه بعد اللي شفته بعينيا؟ هي حصلت تشحت يا زكي؟ تمد ايدك للي رايح واللي جاي؟ هي دي شغلانه المدير العام اللي ب 3000 جنيه في الشهر يا حضره الافندي المحترم؟ يا شطه يا شطه انا اشتغلت الشغلانه دي بعد ما الدنيا ضاقت في وشي وبقت زي خرم الابره. حبيت اقب على وش الدنيا عشان يبقى معايا فلوس اقدر اجيب لك الشبكه والمهر. تغور الشبكه والمهر ان كانت هتيجي عن طريق الشغلانه المهببه دي. مش عارفه ازاي هانت عليك نفسك تذلها للدرجه دي. لو ايه كمان سارح لي بعيلين ولاد ناس زي الورد. ده صحيح. انتوا وديتي الولدين دول فين؟ عند امي، وانا عرفت منهم ان ابوهم مسافر وراجع بعد كام يوم، فالكام يوم دول بقى هخليهم عندي لحد ما ابوهم يرجع واسلم له العيال بنفسي. انت مالك ليهم؟ مال يعني ايه؟ ما انا اسيبهم لك تشحططهم في الشوارع عشان تضيع مستقبلهم؟ يا شطه انا انت خلاص نزلت من نظري، ومن النهارده انت في طريق وانا من طريق. شطه طز يا شطه طز ولا يهمني. بكره تشوفي شغلانه الشحاته دي هعمل من وراها ايه. تهدديني يا شطه؟ تهددني انا. مساء الخير يا فندم. والله لو سمحت انا حضرتك كنت جاي من المطار، كان معايا شنطه فيها 50,000 دولار وقعت مني، فبس محتاج 50 جنيه بس اوصل لغايه البلد عشان اقدم بلاغ في الاسم. ممكن حضرتك تسلفهم لي يعني؟ خد. هو بقى امال هو ما تزعلش نفسك يا استاذ زكي. اشرب كوبايه على سيدي. اشرب ايه بس؟ ماليش نفسي لاي حاجه. دي قالت لي من النهارده انت في طريق وانا في طريق وانا ما اعرفش غير طريقها. ما اعرفش غير طريقها يا عوكل. يا وتي يا الدرجه دي بتحبها؟ امال الشحطات اللي انا فيها دي علشان ايه؟ مش علشان اجيب لها مهرها؟ ما تزعلش نفسك. لو كانت هي بتحبك قد ما انت بتحبها كده يبقى بالكتير يومين ثلاثه هتروق وتتصافى وترجع لك باذن الله. هو هي اللي خسرانه. هي اللي خسرانه. ولما تلف على كعوب رجليها شطه بنت سماسم مش هتلاقي حد يحبها قدي. هي الخسرانه. مظبوط. ايه ده؟ انت رايح فين؟ هروح اقعد عند امي واختي اصلهم وحشوني قوي. طب تنساش راجع الفايق. صحيح صدق ايه قال؟ الحب بهدله وجاته مليون بلا. العايشه يا ام زكي عصافير بطني بتصوصو. العشاء جاهز اهو يا ضنايا. كل يا اخويا بالهنا والشفا. الله يا عيني على ريحه اللحمه. يجي ايه البرفان الالماني جنب ريحه الكولونيا اللي طالعه من اللحمه الضاني. كله من فضلة خيرك. انتوا واقفين ليه؟ انتوا هتسيبونا كل لوحدي ولا ايه؟ انا عن نفسي ميته من الجوع. وانا يعني هاكل لقمه خفيفه كده، اصل يعني مش متعوده ان انا اتعشى اكل دسم بالشكل ده. يما توكلي على الله. هو في ألذ من الدسامه؟ على فكره العميد رشدي بعت واحد من مكتبه وبيقول لك عايزك ضروري بكره تروح له. العميد رشدي يا ترى عايزني في ايه؟ يعني هيكون عايز ايه؟ زي كل مره جايب لك شغلانه سواق عند حد من معارفه. سواق تاكسي؟ ما خلاص سيبناها الشغلانه دي. يعني ايه نسيت السواقه؟ حد ينسى كارو؟ ينسى الشغله اللي بيشتغلها طول عمره؟ اصل يا باشا انا خلاص دلوقتي بشتغل في الاعمال الحره. وماله؟ اشتغل في الاعمال الحره زياده الخير خيرين. تشتغل في الاعمال الحره وتسوق الاتوبيس. انا كلمت لك مدير شركه كبيره قوي بتاعت الاتوبيسات اللي بتسافر اسكندريه. يعني ايه يا باشا؟ اسوق اتوبيس اقاليم يعني؟ مش اقاليم بالمعنى المفهوم يا زكي، ده اتوبيس فخم جدا مكيف الهواء ومزود بشاشه تلفزيون وما بيركبوش غير الناس الهاي قوي. ايوه يا باشا بس يعني مفيش بس. ما تطلعنيش صغير قصاد الناس. انا كلمت لك المدير والمدير قبل ان هو يعينك، مش بعد ما يعينك ما تروحش تستلم، تروح تستلم الاتوبيس بكره.
وانا مش هرفض لك طلب يا باشا. خلاص هسوق الاتوبيس. قهوتي على الريحه. عوكل وادي عوكل. ايوه انا يا صباح الفل. ايه ده يا خيابي؟ يا خيابي انت دخلت هنا ازاي؟ لا انت متخلف. انت ناسي ان سيدك شحات بيه اداني نسخه من مفاتيح الشقه؟ ما انت كل مره بتقول مفتاح ما بيفتحش. ايوه المره دي بقى فتح. والنعمه؟ وعايزك تفتح ودانك كويس اللي هقوله لك. معاك اهو. الجماعه الشحاتين اللي انا طردتهم تعرف طريقهم؟ طبعا اعرفه. تفتكر لو طلبت منهم يشتغلوا معايا تاني يوافقوا؟ دول يتمنوا. كويس قوي. انا بقى عايزهم في عمليه هناكل من وراها الشهد. عمليه ايه؟ بتتكلم جد؟ عندك عصير برتقال؟ انت وقفت هنا ليه يا اسطى؟ لسه بدري على بوابه الرسوم. معلش لا مؤاخذه، اصل العربيه سخنت شويه. ما فيهاش حاجه يعني، لا مؤاخذه. ما فيهاش حاجه. اهلا وسهلا، منورين منورين. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لله بيه، لله يا ست حسن، لله يا ست. ربنا يخلي لك البيت، ربنا يخلي لك الست تدينا حاجه لله، حاجه لله والنبي. ايه اللي بيحصل؟ حاجه لله، حاجه لله يا هاني. رحنا في ده حاجه لله. حبايبي اهلا انتوا فين؟ وحشتنا يا بابا. انتوا اللي وحشتوني قوي يا حبايبي، انتوا اللي وحشتوني خالص. حضرتك اللي كلمتيني بالتليفون. ايوه انا خدت النمره من الولاد، والحمد لله انك انت رجعت بالسلامه عشان تستلم ولادك، ويا ريت ما تكررهاش مره تانية وتسيب ولادك مع اي حد. لا حد ولا اتنين، توبه من دي النوبه. يلا يا ولاد، يلا يا حبايبي، السلام عليكم. ايه يا مون، ايه يا مون، يا سلام. احيا يا مول بينسي الشحاتين في عايم. ربنا يخليك ليا يا عوكل. والله وحشني قوي يا باشا. عارف يومين غبتهم في اسكندريه البيت ضايم اهو نوي. رجعت لك يا سيدي بالسلامه. الف الف سلامه يا باشا. طمني، اخبار المدام ايه؟ مش قامت بالسلامه برضه؟ قامت الحمد لله. دي جابت لي حته طفل. يالا حته طفل غريب الشكل. حاجه يا سبحان الله والعياذ بالله شبه الخالق الناطق. يا سلام، ابنك ويطلع شبهك؟ طب تيجي ازاي دي؟ جت طفل نازل من بطن امه، مش بينزل زينا كده، لا الولا نازل. اول حاجه بانت منه ايده، نازل فاردها زي ما يكون بيقول لله. الاطفال كلها بتاع الدنيا بتقول واه واه، وده نازل يقول لله لله. حته طفل هيعلم القرن ال21 الشحاته. ودماغه يالا دماغه، انا ما شفتش دماغ طفل كده. تقولش كمبيوتر نادر عليا لعلمه الشحاته بالانترنت. ما هو يخيف ما ماتش. طمني على اخبار زيكو ايه؟ اسكت، ده زيكو ده طلع بيحبك قوي. زكي، الله يعمر بيتك يا زكي. وبيعزك قوي. الله يعمر بيتك يا زكي. وكل مناه يجيب كل فلوسي عايم ويحطها قدامك. الله يعمر بيتك يا زكي. الواحد ايه ده؟ ايه ده؟ مين بيخبط كده؟ شوف مين. سايب خبط واحنا واقفين على الباب. شوف انت مش فاتح. ايه خبط يا خبط؟ انت مين انت؟
المدعو شحات شحاته. مش انا، هو انا المدعو شحات. خير يا حضرة الضابط؟ معايا امر بالقبض عليك. بتهمة ايه لا مؤاخذة؟ ما انتش عارف بتهمة ايه يا رئيس مؤسسة الشحاتين المتحدين؟ احنا قبضنا على زكي والنواس، هو الشحاتين بتوعك، واعترفوا عليك. روح الله يخرب بيتك يا زكي. السواق ده لازم يتحبس يا فندم، لازم يتحبس. انا اللي غلطان، انا اللي عينته سواق على اتوبيس من اتوبيسات الشركه. لما الفضيحه دي تنزل بكره في الجرايد، الناس هيقولوا علينا ايه؟ هيقولوا الشركه بتعين سواقين يتفقوا مع الشحاتين عشان يطلعوا يشحتوا من الركاب زي ما حصل النهارده. دي مصيبه وصابت الشركه في مقتل. طب هدي نفسك يا جناب المدير، وتأكد اننا هنعاقب المجرم ده وكل اللي زيه اللي بيسيئوا لسمعة البلد. تمام يا فندم. خد المتهم ده ارميه في الحجز. حاضر يا فندم. بعد اذنك حضرة الصول دقيقة واحدة. بعد اذنك يا فندم، قبل ما يرميني في الحجز كنت عايز اقول لحضرتك كلمة، بس كلمة سر في ودنك. تعالى يا سيدي، تعالى اتفضل وشوشني. اديني ودنك سعادتك. يا فندم، هاني شاكر قال غلطة وندمان عليها، ام كلثوم قالت وهي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشيء موجود. فريد الأطرش قال يا ابو ضحكة جنان. عشان كده حضرتك سامحني، ويا بخت من قرب وعافي، ومنقدم شيء بيداء التقاه، وهنيالك يا فاعل الخير، والاجر والصواب على الله. واديني نص جنيه واوعى تقول لي يحنن. يلا نروح الاسم وانا اروح الاسم ليه؟ لا قتلت 5 في حادثة، ولا ماشي من غير رخصة، ولا حد نصبت عليه. روح الاسم عشان سواق احيان، وبقي مفيش لسان، بتصرف على نياتي، وماليش في بلدكم مكان، ولا حد اتحامى فيه. طب يلا معايا عالاسم. طب اروح الاسم ليه؟ العمر في مرة سرق، وهبشت زبون وهرب، مظلوم والنعمة يا بيه. هتروح الاسم عشان عايزين الجاني، وانا طيب مش شراني، وبجري ابيع على عيلة، وامي في البيت عايزاني، محتاجة 3 جنيه. طب يلا نروح الاسم. وانا اروح الاسم ليه؟